هلو liebe Schüler. النهاردة موعدنا مع التقييمات الأسبوعية. التقييم الثاني والثالث والرابع دول بتوع شهر أكتوبر، والخامس بتاع شهر نوفمبر. يلا بينا. السؤال الأول: ergänze die Buchstaben. كمل الحروف الناقصة. أول كلمة هلو، طبعا حرف الأو. gute Nacht CHT. ثالث كلمة تشوس حرف الاس. السؤال الثاني: wähle die richtige Antwort aus. اختار الكلمة الصحيحة. طبعا هنا نمر 1 أو نمرة 1. auf ايه؟ wiedersehen. رقم 2 هلو كلارا، طبعا الرد عليها grüß dich تينا. نمر 3 نمرة 3 يعني guten Morgen Herr هاني، طبعا الرد عليها morgen Herr وليد. السؤال الثالث: was passt hier nicht. ايه الحاجة المش مناسبة؟ هنا طبعا جايب لي 3 كلمات: guten Morgen guten Tag guten Abend tschüss. طبعا الكلمة دي كلها تحيات ما عدا tschüss اللي هي الوداع. رقم 2 أو wiedersehen tschüss هلو gute Nacht، برضو دول كلهم وداع ما عدا كلمة هلو. التقييم الثالث: wähle die richtige Antwort aus. اختار الكلمة الصحيحة. طبعا عندي 3 اختيارات: bist ist bin du مونيكا يا. طبعا هنا اختيار أفعال، يبقى بشوف الفاعل بتاعي. الفاعل بتاعي هنا دو، يبقى تصريف الفيرب bist. رقم 2 في هايسة ولا هايست ولا هايسن دو، برضو دو هنا الاختيار مع دو يبقى هايست. رقم 3 wer wie was bist du ألفريد. طبعا السؤال على الاسم wer bist du. رقم 2 السؤال رقم 2 was passt hier nicht. ايه الحاجة المش مناسبة؟ قال لي guten morgen hallo guten tag tschüss. طبعا الاختيار هنا مين؟ tschüss، لأنها وداع ودول كلهم تحيات. فوسبال كارتن توماس تنس، دي كلها ألعاب ما عدا توماس. التاك سيتواتسيونين المواقف. قال لي برضو wähle die richtige Antwort aus. اختار الاختيار الصحيح أو الرقم الصحيح. قال لي هنا dein Lehrer fragt dich، المدرس بتاعك بيسألك spielst du تنس، بتحب تلعب التنس. was sagst du، هترد عليه وتقول له ايه؟ الاختيار الأولاني يا ich bin كلاوس، ولا nein tut mir leid لا يؤسفني ذلك، ولا يا فوسبال. طبعا هو الاختيار الثاني. رقم 2 jemand begrüßt dich، شخص ما بيحييك. guten Abend بيقول لك guten Abend، هترد عليه وتقول له ايه؟ طبعا نمر ب اللي هي Abend. التقييم الرابع: wähle die richtige Antwort aus. اختار الكلمة الصحيحة. برضو تصريفات أفعال، دايما نشوف الفاعل بتاعي. بيقول لي wohnst wohnt wohne du، طبعا هنا ايه مع دو، يبقى بختار النهاية st يبقى wohnst. was برضو هنا الاختيار جايب لي تصريف فيرب شبيلن اللي هو يلعب. شبيلت ولا شبيلست ولا شبيله دو جوت، يبقى هنا شبيلست. نمر 3 أو 3 إيش بين سارة وندو، يبقى الإجابة هنا جايب لي بقى الضمير. هنا الفيرب بشوفه قال لي هايس. هايس لما أحط الإيه يبقى هنا اختياره مع الضمير إيش. السؤال اللي بعد كده اللي هو باست هير نيشت، إيه الحاجة اللي مش مناسبة؟ لايبتسيج شتوتجارت كولن فوسبال. طبعا دي كلها مدن موجودة في ألمانيا، طبعا الاختيار فوسبال هو المختلف. رقم 2 كايرو برلين ألكسندريا بورتسايد، طبعا هنا كلها مدن موجودة في مصر ما عدا برلين. السؤال الثالث التاكزيتواتسيون المواقف. بيقول لي jemand fragt، شخص ما بيسألك يقول لك ايه؟ spielst du bei بايرن ميونشن، بتلعب في فريق بايرن ميونشن. طبعا الإجابة بتاعتي ناين ich spiele nicht Fußball. السؤال الثاني aus Ägypten من مصر. jemand fragt dich nach، شخص ما كده بيسألك على الايه؟ الهيركونفتسورت. التقييم الخامس:
wähle die richtige Antwort aus. اختار الإجابة الصحيحة. أول سؤال: kommst du aus Hamburg؟ nein. ich komme، وقال لي الإجابة كمل يعني، قال لي aus Hamburg. يبقى في الحالة دي من ضمن الاختيارات هختار كلمة nicht. هنا بنفي nein قدام، يبقى في النص إيه؟ nicht. heißt du أنطونيو؟ نوع قال ich heiße يوهان، غير الأسامي، يبقى في الحالة دي nein. السؤال الثالث عبارة عن أدوات الاستفهام، فقال لي was wo woher wohnst du؟ الإجابة in Polen. طبعا هنا in Polen يبقى الاختيار بتاعي wo. السؤال الثاني بيقول لي was passt hier nicht؟ ايه الحاجة اللي مش مناسبة هنا هوت في الجمل دي او في الكلمات ديت؟ قال لي كوما هايس ايش شبيله. طبعا دول كلهم افعال ما عدا ايش، عباره عن ضمير. السؤال الثاني was wie wohnen wo؟ هنا ايه الحاجه اللي مش مناسبه في الوسط كده، اللي هي كلمه wohnen او الفيرب اللي اسمه wohnen. دي كلها ادوات استفهام ما عدا wohnen. السؤال الثالث عبارة عن ديالوج، بيقول لي ergänze den ديالوج، كمل الديالوج. وهنا ديالوج ما بين أنا وكلارا. أنا بتقول هلو bist du neu hier؟ طبعا كلارا هترد عليها وتقول لها nein. طب ما ممكن تقول لها يا، لو في حالة قالت لها يا يبقى الديالوج هيتحول لحاجة تانية، هتسألها هنا على اسمها. تمام. أنا بتسأل سؤال، ردت كلارا وقالت لها توت مير لايد إيش شبيلا نيشت هاندبال، ما بلعبش هاندبال. يبقى في الحالة دي هي بتسألها إيه؟ شبيلز دو هاندبال. أنا سألت سؤال قالت لها إيه؟ حاجة، ردت عليها كلارا وقالت لها إيش شبيلا جيرن تنس، بحب ألعب قوي التنس. يبقى هنا هتسألها على إيه؟ فاس شبيلز دو جيرن، إيه الحاجة اللي أنت بتحبي تلعبيها. Tschüss.